السلام عليكم حبايبي وحباباتي. كنتمنى هذا الفيديو لقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم معقوده محبوبه الجماهير اللي كتجيب طريقه جديده بزاف وانا متاكده غتعجبكم. اول حاجه كنبدا بها كناخذ 2 حبات ديال البطاطا كنقطعهم بهذا الشكل، كنديرهم في كاسرونه ديال اللي فيها الماء، وكنزيد شويه ديال الملحه. الكميه على حسب افراد الاسره. كناخذ كاس ديال الماء دافي، كنزيد عليه معلقه ديال الخميره ديال الخبز، كنزيد شويه ديال الملحه، معلقه تحميره، شويه ديال الخرقوم، كاس ديال الدقيق. كنحرك هنا، كنزيد الدقيق تدريجيا حتى غنحصل على الخليط يكون ثقيل شويه. من بعد ما خلطت الخليط كنزيد شويه ديال البابريكا حاره، ثومه بودر، وكنغطي عليه بحال هكا وكنخليه يرتاح جانبا. وغندوز نوجد لاصوص اللي غنرافق بها المعقوده. هنا خديت 2 حبات ديال المطيشه قطعتهم على 4، خديت 3 ديال الفصوص ديال الثومه، شويه ديال الملح، وكاس ديال الماء، درتهم فوق البوطه يطيبوا. وهنا من بعد ما وجدت لي البطاطا ديالي، درتها تصفى مزيان من الماء، ما تبقى فيها حتى شي قطره ديال الماء، ودرتها في هذا البون ومعكتها بهذا الفورشيط. بهذه الطريقه تقدروا تمعكوها باش ما بغيتو، انا معكتها غير بالفورشيط وبايديا. من بعد ما معكتها غنزيد شويه ديال التحميره، شويه ديال الابزار، شويه الكمون، شويه ديال الثومه بودغ، معلقه صغيره ديال الجبن. تقدروا ما ديروش، واللي عنده الفرماج تقدر حتى هو ديروه، كيجي بنين بزاف. من بعد حنا كنخلط الخليط ديالي على هذا الشكل حتى كيتخلط ليا هذوك التوابل. كنزيد شويه ديال القزبر ومعدنوس حتى هما كنخلطهم. من بعد حنا كنشكل البطاطا ديالي على هذا الشكل دائري، وكنقرصو كنوجدو هكا كنحطو. من بعد هنا ما طابت لي هذيك المطيشه ديالي كنطحنها، تقدروا تطحنوها فاش ما بغيتو، انا طحنتها في لاشواغ. من بعد هنا صفيتها، ضروري ما تصفى. من بعد هنا حصلت على هذه الكميه ديال لاصوص، زدت عليها شويه ديال الكمون، الابزار، التحميره، القزبر ومعدنوس، شويه ديال زيت الزيتون. كنخلطها بهذا الشكل وكنديرها طيب فوق البوطه غير تطلع الغليه، وكنطفي عليها. وهنا غتكون واجدات لنا لاصوص ديالنا. من بعد هنا الخليط الاول اللي وجدته معكم كنغطس فيه هذيك البطاطا ديالي بهذا الشكل، كنغطسو مزيان فيها بحال هكا حتى ما تبقاش باينه نهائيا، تغطس في هذاك الخليط. وهنا كنكون سخنت المقله ديالي اللي درت فيها الزيت فوق البوطه. عاد هنا كنغطس في هذيك المعقوده ديالي بهذا الشكل. ومن بعد ما غنقلي كاع لي بطاطا ديالي، نحاول ما نخليهاش طيب بزاف، غير تحمر بهذا الشكل. وغادي نزيد حتى القليه الثانيه حتى هي. ومن بعد ما كملت كاع لي بطاطا ديالي، ديك الساعات غادي نحطها ونخليها تبرد. كتجي مقرمشه بزاف وما كتجيش شاربه الزيت. انا متاكده غتعجبكم بهذه الطريقه. ما تنساونيش بلي لايك ديالكم زوينين وتشجيعات ديالكم، وخليوا لي كومونتير زوين. وكنقول لكم بالصحه والراحه، غير جربوها، انا متاكده غتعجبكم. هاد لاصوص ما نعاودش لكم كيفاش جات، بنينه بزاف، احسن من الكيتشوب. كنقول لكم مع السلامه، الله يعاونكم.